هو نادي الزمالك هيشارك في دوري ابطال افريقيا ولا مش هيشارك في دوري ابطال افريقيا؟ منذ الصباح الكثير من البيانات شويه من نادي الزمالك ان القضايا تم تسويتها، وان من اصبح من حق الحصول على رخصه افريقيه، وشويه من الناس الاطراف الاخرى في القضايا اللي هو نادي فيزيرا الكسندريا او النضاي بيعلنوا انهم لا، ما فيش تسويات وما وصلتهمش اي فلوس ولا حاجه. القصه باختصار كده عشان نبقى عارفين ايه اللي حصل. نادي الزمالك بيحاول يحل مع الطرفين دول من فتره، ولكن الطرفين دول عارفين ان نادي الزمالك عنده مشكله في الرخصه الافريقيه، فعشان كده رافضين يحلوا القضايا دي، طالبين ان هم يسووا المبالغ بالكامل، عايزين فلوسهم بالكامل، فعشان كده بضعوا على نادي الزمالك بمشكله الرخصه الافريقيه. نادي الزمالك لما ما عرفش يتواصل معاهم لحد قرر انه لازم يسدد فلوسهم بالكامل. قدر في خلال الكام يوم الماضيين دول انه يجمع 3 مليون دولار اللي هي قيمه المستحقات عليه في الثلاث جوائز دول. القضيتين اللي بزيرة قيمتهم مليون و100 الف دولار، والقضيه بتاعت نادي قيمتها مليون و700 الف دولار تقريبا يعني. نادي الزمالك لما جمع الفلوس دي واصبحت الفلوس دي في ايده، اعلن اوتوماتيك من غير ما يبلغ الطرفين التانيين ان هو خلاص حل القضيه بتاعته، واصبح من حقه الحصول على الرخصه الافريقيه. اللي طبعا الطرفين التانيين ما وصلتهمش فلوس او ما عرفوش ان نادي الزمالك جمع الفلوس دي، فاعلنوا هم من جانبهم ان ما فيش اي تسويه وان ما فيش حل للقضيه لان ما وصلتهمش فلوس. نادي الزمالك رجع بعدين طلع بيان تاني واعلن ان هو ليه اعلن الصباح ان هو حل القضيه دي، لانه طبعا اعلن انه حصل على 3 مليون دولار، جمع 3 مليون دولار هيسدد بيها القضيه دي كاش، هيدفع الفلوس بالكامل. هتحصل التسويه خلال قبل ال 48 ساعه الباقيه على منع الرخصه الافريقيه. نادي الزمالك هيكون حل المشكله مع الطرفين دول، نادي اوكسندريا ونضاي، هيكون من حقه الحصول على الرخصه الافريقيه ومشاركه في دوري ابطال افريقيا بشكل رسمي وقانوني بنسبه 100% بعد غياب 3 سنين على دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق لكل فرق المصريين ان شاء الله.